السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع خاص لك يا أبو يوسف، طبعا الكفيل حق اليمني اللي سويت لي بلاغ. هذا المقطع خاص لك. أسألك برب هذه البيت، أسألك برب هذه البيت، وأسألك برب كل هؤلاء البشر الذين أتوا من كل فج عميق لكي يعظموا شعائر الله في هذا البلد الحرام. أسألك بالله العلي العظيم أن تلغي عني البلاغ وتعطي حق اللي عندك. أسألك بالله، وأنا أدعوك من هنا من الأماكن المقدسة. أنا لم أتي إلى هنا لكي أدعو عليك، لأني أخاف أن أدعو عليك والملائكة تقول ولك مثله ولك مثله، لكن أسأل الله لك الهداية والتوفيق وترد حقي. بس هذا أنا أتيت من أجله، من أمام بيت الله. سألتك بالله أن ترد حقي وتلغي عني البلاغ. سألتك بالله يا أبو يوسف، لا تعاند. لن ينفعك المدراء حقك، والله لن ينفعك المدراء حقك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنا أسألك بالله، إذا كنت تعظم هذه البيت وتشرف هذه البيت وتقدسه وتخاف من الله سبحانه وتعالى رب هذه البيت، أن تلغي عني البلاغ وتعطيني الفلوس حق اللي عندك. بس ما أبغى منك أي شيء، لا زيادة ولا نقصان. الغي عني البلاغ وبس. أنا سألتك بالله من أمام هذه البيت المحرم، ما أحب أن أنا أدعو عليه. أوكي.